تتكلمش، انا عارف كل حاجه. انت نفسك تشتري موتوسيكل زيرو زي الزونتس ده مثلا ال 703، بس زي ما انا وانت نفسنا في حاجه زي دي، في غيرنا نفسه في مكنه دايو، نفسه في مكنه بنيلي زي اللي هناك دي، نفسه في مكنه اقتصاديه يقدر يشتغل وياكل بيها عيش عشان يفتح بيت او يصرف على عياله او يجيب مصاريفه او يسد اقساطه او. والمشكله ان هو بيلاقي مثلا واحد زي السولو بيقول له ما تشتريش فيجوري مثلا، روح اشتري بنيلي، او واحد تاني يقول له ما تشتريش بنيلي روح اشتري كي تي ار، واحد تالت يقول له لا اشتري ده، والتاني يقول له لا اشتري ده، في النص محتار مش عارف يشتري دوت ولا دوت ولا دوت. والمشكله الاكبر ان هو بعد كده لما بيروح يشتري بيتفاجئ ان الموتوسيكل فيه عيوب. فليه احط فلوسي في مكنه زيرو وفي الاخر اكتشف ان فيها عيوب؟ هو انا فلوسي دي حرام؟ هل انا فلوسي حرام ولا التجار هي اللي ما عندهاش ضمير وبتبيع موتوسيكلات تقفيلها مش كويس وهم عارفين عشان يبيعوا؟ وهنا يجي دوري كسولو، لان انا قررت ان شاء الله ان اي حد عايز يشتري موتوسيكل زيرو من اي صالة ايا كانت ومحتاج ميكانيكي معاه يكشف على الموتوسيكل وغير مقتدر، يقدر يكلمني اي وقت وانا اروح معاه اكشف على الموتوسيكل اللي هو عايز يشتريه وهفتشه له عشان اتاكد ان الموتوسيكل دوت حالته كويسه زي ما هو يستاهلها وزي ما فلوسه اللي حاططها فيه تستاهلها، عشان خاطر يتوكل على الله ويشتغل بيه. وزي ما قلت انا مش هاخد اي جنيه، لا لو صاحب الموتوسيكل طبعا قرر ان هو يديني اي حاجه يعني ساعتها مش هقول له لا عشان ده اكل عيشي برضه. فانا بعمل الموضوع دوت ان شاء الله بنيه ان هو يبقى صدقه جاريه، بحيث اي حد انا هساعده ان هو يشتري الموتوسيكل بتاعه ويقدر بعد كده يشتغل بيه ويتوكل على الله. كل ما هو يشتغل وكل ما هو يسعى بيه وكل ما هو ربنا يكتب له فيه خير ورزق انا برضه هاخد ثواب. انا مشاركك ما تخافش، انا ما فكرش ان الموضوع كده ببلاش، لا ده انا مشاركك في الثواب يعني ان شاء الله.